السلام عليكم الزفلاون، نتمنى نتلاقى بكم في هذا الفيديو تكونوا في اتم الصحه وراحه البال. اليوم جبت لكم واحد الكيكه اللي هي بالتفاح والكريمه، واش نقول لكم بنينه بزاف وروعه وخفيفه وما تندموش عليها. شوفوا الشرح معنا حتى لاخر فيديو. هنا عندنا 4 حبات نتاع البيض، والا كانوا كبار ديروا 3 حبات نتاع البيض، زيدوا رشه تاع الملح، والخفق نتاع الباتور في الاول تاع البيض يكون غير خفيف برك، ومن بعد كي نبديو نحطوا السكر نزيدوا للباتور السرعه نتاعه ماكسيموم للسرعه تاعه. هنا عندنا نص كاس تاع السكر، واللي يحب الحلاوه لازم يزيد شويه. انا درت نص كاس تاع السكر وراني نخلط بهذيك السرعه نتاع الباتور حتى يذوب لنا السكر مليح مليح ويتجانس هذاك الخليط، وتشوفوا هذاك الخليط نتاعكم يطلع بواحد اللون شباب. شوفوا راهي يتبدل اللون. هنا عندنا نورمالمون ندير وحده حبه تاع الياغورت، علبه تاع الياغورت. انا ما كاش عندي موجود، درت عوضته بكاس تاع الحليب يكون ما بين شويه دفيته، كنت خرجته من الفريجيدار ودفيته غير شويه. كاس تاع الحليب ناقص واحد الصبع. لكن لاستيس الاولى اللي هي الحليب تاعنا نحطوه غير في الجنب نتاع ريسيبيون هذيك تاعنا، ما نحطوش مره واحده. الحليب راه يهبط لنا الخليط الا حطيناه مره واحده، نحطوه غير بالعقل، يعني غير بالجغمه حتى نكملو. وبنفس الطريقه نديروها للزيت نتاعنا اللي هو كاس الا ربع نتاع الزيت اللي حطيته بطريقه نتاع الحليب غير بشويه ونخلط. وبنفس الطريقه حطيت مغرف صغيره معمره نتاع لافاني في الجنب نتاع الخليط، لان لافاني تاني الا حطيناها في الوسط وكثرنا راها تهبط لنا الخليط نتاعنا. وحطيت حكيت واحد الحبه نتاع لو زيست تاع سيترون تاع الليم ولا. وهنا زدت 2 كيسان نتاع الفارينه اللي راهم مغربلين، و2 علبات نتاع الخميره نفس هنا راني نخلط غير بالعقل. نطلع الخليط تاعنا، شفتوه كان القوام كان مليح، كان شباب، دونك لازم نخلطه غير بشويه. هنا راني نسرع في الفيديو، لكن انايا كنت نخلط غير بالعقل حتى شفت القوام. هنايا المول ولا الصني تاعي راه لي ميزور تاعها راه 27 على 27. شوفوا راني دايرت له بابي كويسون، راني خرجته حتى يعني درته من بعد عاد قفلت هذاك المول تاعي اللي يتحل في الجنب. هنا شوفوا الخليط نتاعنا كي نكتبوا اي حرف ولا اي كتابه، انا درت رقم 8 كي يقعد لنا واحد شويه مرسوم، هذاك هو القوام نتاعنا. كما قلت لكم رشيت هذاك، دهنت هذاك الدائره نتاع المول تاعي بالزبده، ومن بعد رشيتها بالفارينه، وراني حطيت الخليط نتاعنا وجبت واحد الكيردون هكذا غير باش تكون متساويه. الكيكه هذه يعني ما لازمهاش تجي طالعه بزاف، لان راها تجي كيما كالتحليه، دوك ما نحوسوش عليها تجي طالعه بزاف. لهذا نخليوها على جنب. ومن بعد نجيو الكريمه درت فيها 2 كيسان، عفوا 2 كيسان تاع الحليب كلش بارد في بارد. درت 2 مغارف نتاع الماكله نتاع النشا مايزينا، ودرت مغرف نتاع لافاني، ودرت مغرفه نتاع السكر. واللي يحب الحلاوه عفوا يديروا 2 حتى 3 مغارف تاع السكر. انا درت مغرف وحده تاع السكر وحطيتها فوق النار حتى بدات تغلي شويه مع شويه هكذا، وحطيتها بواحد المغرف صغيره نتاع زبده ونخلط، نخليها تبرد في يدي وانا نخلط، تبرد وهي نخلط، يعني ما حطيتها لا في الفريجيدار لا والو، خليتها هكذاك لان العجينه تاعي كتستنى. من بعد جبت هذيك الكريمه اللي بردتها شويه، يعني ما نخليوهاش سخونه بزاف وما نخليوهاش تبرد بزاف، تكون دافيه. نخلطها مليح ونحطها فوق الكريمه نوزعها كامل، ونخليها ابار. من بعد نوليو للتفاح. نجيب واحد ريسيبيو هنايا، اول حاجه اللي نعصر حبه تاع الليم، هذه اختياريه. هذا نبغي بزاف هذا الليم هذا كي ندير حبه تاع الليم تجيني واحد الذوق من الفوق تاع الليم. عندي حبه تاع الليم عصرتها مليح ودرت شويه تاع لافاني، ومن بعد حكيت فوقها حبه تاع التفاح الاولى، نقيتها وحكيتها وحكيت حبه تاع التفاح دوزيام تاني نقيتها، ويعني التفاح هذاك رابيته، انا حبيت نرابيه، وزدت له شويه تاع قرفه وشويه تاع لوزست تاع الليم، وراني نخلط. وزدت واحد المغرف تاع الاكل تاع الزبيب كنت غسلته بالماء غالي،
ودرته اختياري، هذاك اللي حب يديره حب ما ديرهش. ودرت وحطيتها فوق الكريمه، وزعت هذاك الخليط تاع التفاح وهذاك الزبيب، وخليت الكيكه تاعي طيب. دات لي انايا 45 دقيقه نتاع طياب، ومن بعد كي خرجتها جات خفيفه بزاف بزاف. هي مازالها سخونه انا عندي هنايا. درك راني نمسح فيها الوجه تاعها، راني نمسح فيها بهذيك صوص كراميل. كانت عندي صوص كراميل، تحبي ديري لها المعجون المشماش، تحبي اي حاجه. وهنا عندي صوص تاع الكابريس، هذه اللي راني ندير فيها هذوك الخيوط من الفوق، ومن بعد رشيتها بواحد اللوز ايفيلي. هنايا شوفوا القوام تاعها كيفاش جات تهبل الماكله، جات الذوق خيالي صراحه. هنا برك غير خليوها تبرد، انا نحبها نحطها في الفريجيدار تبرد ونحطها كتحليه. هنايا برك كنت نقسم معاكم، كانت مازال سخونه مع التصوير، ما قدرتش حتى نبردها ونحطها معاكم. كانت هشيشه ورطبه وشابه بزاف بزاف، والبنه ما نقولكمش. اللي وصل حتى لهنا خوتي وخواتاتي وبناتي وولادي، ما تنساونيش بالبارطاج، وواحد لي كومونتير يكونوا شابين تاعكم. والجام هذاك ما تنساوهش، والجام ابونيو في القناه تاعي الجديده هذه. واش نقول لكم، وهذا هو الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله فيديو واحد اخر، وبسلامه عليكم وشهيه طيبه.